بصوا يا جماعه بقى، انتوا عارفين بقى ما تكونوا جعانين بالليل كده وتعملوا مكرونه بتاعت نص الليل، اقسم بالله انا لسه ضايقاها من شويه ملهاش حل. بسم الله. والله تحفه. مش هتكلم عن نفسي كتير. اولا انا من النوع اللي بعشق المكرونه سباكيتي، اللي بيعشق المكرونه سباكيتي يقول لي اهو. سيبوكوا بقى متصل، انا كنت عماله اعمل فيها الصلصه دي محدش يتكلم انا بعمل ايه. المهم ان انا جعانه وقررت ان انا اعمل مكرونه سباكيتي اهي. محدش يقول لي ايه ده البهدله اللي انت عامله ده. ببهدل، مش انا اللي بروق. اقول لكم حاجه، مش انا اللي بغسل وبروق وبعمل. محدش يحاسبني انت بتعملي ايه، محدش يحاسبني. ما انا اللي بقعد اخلص في الحاجات دي، وانا بقعد اغسل مواعين، اعمل اللي انا عايزاه. المكرونه اللي انا لسه عاملاها تمام هاكلها معاها. والله جميله. شالوكوا تحفه ازاي. بس انا هقعد اكل مع نفسي بقى كده عشان انا بعشق مكرونه سباكيتي، فهقفل معاكم. تمام، يلا باي. رجعت لكم تاني، قلت اما اكمل معاكم الاكل. عارفين انا عملتها ازاي؟ جبت طاسه صغيره خالص اللي بعمل فيها البيض، عملت فيها الصلصه، بشرت كام طماطميه تمام، وحطيت كام معلقه صلصه، عملت كام طرف فصوص توم كده في الزيت والسمنه عشان انا بحب اعملها في الزيت والسمنه. قليتهم كويس، نزلت عليهم بالطماطم المبشوره وبالصلصه والفلفل الاسود ومرق الدجاج وبابريكا. وقلت يلا يا بت بقى، وسلقت شويه مكرونه وحطيت لهم مرق الدجاج وانا بسلقها، ومرق الدجاج برده في الصلصه. والله تحفه. شوفوا الجمال، تحفه. تعالوا كلوا معايا. جاي اعمل له بقى سندوتشات اهي عشان انزل اجيب له كوتشي للمدرسه، ان شاء الله نعيشنا بقى لنا عمر. ولو عرفت اصور يا ولاد وانا بره هصور، ما عرفتش تمام لان الصوت عالي مش عارفين تمام، لان انا عمري ما صورت في الشارع. تمام، فخلوكم معانا بقى.